طيب احنا ليه بدأنا بموضوع الموضوعية والحيادية ده؟ لأن ده سبب الخير كله. ليه ده سبب الخير كله؟ لأنه بيطلع الهوى والإيجو اللي هي النفس، راحتي أنا من الموضوع. إيه سبب الشر دايما؟ سبب الشر كله هو الإيجو. أنا اللي قلت الفكرة دي، وأقعد ألف من كل الاتجاهات وأحارب إزاي أخلي الفكرة دي أحسن من كل أفكاركم. طب ما احنا كده بعدنا يا جماعة عن الحق فين والصح فين والغلط فين خالص، لأن بقت منافسة ما بيني وما بينك. واحد اسمه ادوارد دوبونو، الراجل ده عمل حاجه اسمها 6 ثينكينج هاتس، عملها لرجال الاعمال والشركات والمصانع الكبيره اللي بتتكلم بملايين الدولارات علشان اكتشف مشكله كبيره. كل اصحاب البيزنسز الكبيره كان عندهم مشكله ان لما بيبقى في ميتنج وفي حلول مقترحه، ان هم قاعد بقى اللي موظفهم المديرين اللي موظفهم قدامه وبيقبضوا ارقام كبيره جدا، كل واحد فيهم بيقول فكره يقعد يدافع عن فكرته ويعتبر ان لو ما اخدتوش فكرتي بقيتوا اعداء، وان اللي بيهاجم فكرتي عدوي وهنتقم منه المره الجايه. في حين ان الموضوع ملوش دعوه ولا بيك ولا بزميلك، الموضوع له علاقه بمصلحه الشركه. ايه اللي في مصلحه الشركه ممكن نفكر فيه؟ ما بيحصلش. طب انا عايز فكرتي تمشي عشان ده رمز لان انا ذكي، انا نجحت. طب افرض انت صايع وبتعرف تقنع الناس بكلامك فاقنعتهم فعلا، واللي جنبك كان عنده فكره احسن بس انت هزمته لانه ما بيعرفش يعبر عن رايه قوي. في الاخر الشركه هتعمل فكرتك انت اللي هي اقل نجاحا من فكره اللي جنبك. انت مرضي كده يا عم؟ مرضي. طب وايه اللي حصل لصاحب الشركه؟ خسر. فادوارد بونو صاحب 6 ثينكينج هاتس قال لك لا، احنا ما نخش اي اجتماع عشان نقرر. احنا بنتكلم دايما، احنا بنحاول ناخد قرار. عشان نقرر هنمشي في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده، بنقعد كل الناس بنقول كل الافكار. اتفضل يا استاذ قول فكرتك. قالها تمام، كلنا نلبس البورنيطه بتاعت الفاكتس عن الفكره دي. يلا نقول ايه الفاكتس عن الفكره دي. الفكره دي هتتكلف فلوس كتير، الفكره دي هتاخد وقت قليل، الفكره دي سهل ان احنا نطبقها. تمام، كلنا قلنا. حتى الناس اللي جايبه افكار ضدها تقول الفاكتس، حتى صاحب الفكره يقول الفاكت. طب يلا نلبس البورنيطه اللي لونها مش عارف ازرق دي بتاعت مثلا البوزيتيفز، انا مش فاكر الالوان، ممكن الاخضر بتاعت البوزيتيف، بتاعت ايجابيات الفكره دي. كلنا نقول ايجابيات الفكره دي. حتى الناس اللي مش عاجباها الفكره ومعترضه على الفكره لازم تلاقي ايجابيه في الفكره دي، ونقعد نرص ايجابيات الفكره دي. كلنا نقول سلبيات، نلبس بقى البلاك هات، وكلنا نقول سلبيات الفكره دي. حتى صاحب الفكره اللي جابها، حتى اللي جاب الفكره يقول سلبيه او 2 عن الفكره دي، وهكذا. وبعدين نلبس مش عارف الهات اللي لونها ايه دي، ازاي الفكره دي تتطور وتبقى احسن، وهكذا. خلصنا نمره 1. يلا يا جماعه فكره نمره 2. ما بقتش فكره فلان، ما بقتش فكره محمد احسن ولا فكره محمود ولا فكره مينا، ما بقتش فكره مين احسن. هي بقت الفكره الاولى ايه ايجابياتها، ايه سلبياتها، ايه الفاكتس اللي حواليها، ازاي نقدر نطورها. الفكره الثانيه ايه ايجابياتها، ايه سلبياتها. لما الوضع ده بيتعرض بقى قدامنا كلنا في الاخر بنختار فكره معينه. على فكره في الاغلبيه بتبقى حته من هنا على حته من هنا، مزيج من حته من هنا على حته من هنا. ليه؟ لان خرجنا نفسنا بره الموضوع خلاص. هي ما بقتش فكرتي اللي هي بترمز الى ذكائي ونجاحي في شغلي، هي بقت احنا دخلنا حطينا كل الافكار على الترابيزه، فكرنا في كل فكره كلنا كانها افكار وقعت علينا من السما كده مش بتاعتنا. هي دي الموضوعيه. احنا لو عرفنا نفكر في حياتنا كده تلاقي الدنيا اسهل بكتير. من اول هنسهر فين، وهنسافر نصيف فين، وهناكل ونشرب فين، ولحد القرارات الكبيره، هنعزل ولا مش هنعزل، نخش انهي جامعه، هنشتري انهي عربيه. هتلاقي الدنيا ابسط بكتير.